جالي عرض بمرتب أعلى بس مديري الحالي محترم واقف جنبي وبتعلم منه فعلا. أسيبه وأمشي علشان الفلوس ولا أفضل مع مدير كويس؟ ده سؤال حلو جدا. بص، المدير الكويس مش سهل تلاقيه وممكن يفرق جدا في شغلك وفي اللي جاي كمان في مستقبلك، بس برضه ما ينفعش تفضل سنين بتاخد أقل من حقك علشان مدير ممكن هو نفسه يمشي بكرة. طب أنا المفروض أعمل إيه؟ أول حاجة وأهم حاجة ما تبصش على رقم المرتب وبس، شوف بعد مصاريفك مواصلاتك ساعات العمل كل ده هيفضل معاك كام. اتنين، لو سمحت حاول تعرف مديرك الجديد عامل ازاي، اسأل ليه الشخص اللي قبلك مشي وبيتعامل ازاي لما حد يغلط أو يختلف معاه، مهمة دي. تلاتة، اتكلم مع مديرك الحالي بصراحة قبل ما تقرر وشوف هل عندك فعلا فرصة حقيقية تكبر وتاخد زيادة ولا كلام وخلاص. وافتكر دايما المدير الكويس مكسب كبير، بس ما تربطش مستقبلك كله بشخص واحد. اختار المكان اللي هيكبرك ويزود لك دخلك، فاهمني؟